السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض ان شاء الله النهاردة الكوكيز زي ما احنا شايفين. طبعا الاقتصادي واقتصادي جدا، وطريقته سهلة وبسيطة، والمكونات كلها متوفرة عندنا في البيت. وطبعا شكله بيحكي عنه طبعا، وده قوامه ونتيجته مظبوطة جدا، ومقاديره سهلة جدا، وفي 5 دقايق بتكوني مجهزاه. وما تنسوش تضغطوا لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد مني وانا بنزله. ونسمي الله ونصلي على الرسول، ونشوف المكونات بتاعتنا وطريقة التحضير والتسوية ازاي المظبوطة بتاعته. ونسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف المكونات. دلوقتي في بولة، معايا في بولة كده كوب الا ربع سكر بودر، كوب الا ربع سكر بودر، وزيه كوب الا ربع زيت. طبعا احنا بنقول هو الكوكيز الاقتصادي، عايزة تعملي بسمنة عايزة تعملي بزبدة المتوفر عندك، بس ده طبعا اقتصادي جدا، والمقادير كلها عندنا في البيت. دلوقتي بقى بالمضرب اليدوي كده نقلبه كويس جدا لما الايه السكر يدوب في الزيت كده. تمام. دلوقتي هننزل عليهم بقى بعدد بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، يعني ما يكونوش طالعين من التلاجة مباشرة. هننزل عليهم بنص معلقة فانيليا، ونقلب برضو كده لحد ما ايه نخلط المكونات كلها في بعضها. ونقلب البيض بتاعنا بالمضرب كويس جدا لما لونه يبقى ايه فاتح شوية. ودي رشة ملح بسيطة جدا. ده شكل البيض بتاعنا بعد ما فتح. هننزل على البيض بتاعنا بكوبايتين دقيق منخول، طبعا نفس الكوباية اللي احنا معايرين بيها السكر واللي احنا معايرين بيها الزيت، طبعا نفس الكوباية. هننزل عليها بنص معلقة من البيكنج باودر او البيكنج صودا. هنبدأ بقى ايه نقلب مع بعض كده الدقيق في المكونات بتاعتنا ونعجنها، وبكده يبقى المقادير بتاعتنا خلصت. طبعا دلوقتي بقى نشتغل بايدينا، وطبعا ايدينا نظيفة جدا ومغسولة. وما تنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب لمطبخ ام دونة. دلوقتي هنقلب الايه المكونات بتاعتنا، طبعا العجينة بتاعتنا ملزقة واحنا عايزينها كده، لسه هنزودها دلوقتي، بس اما ايه نخفي الدقيق خالص منها. ودلوقتي نجيب طبق تاني، طبعا لو عايزة تعمليها بيضة سادة كده بالفانيليا تعمليها، لو حابة تعملي شوكولاتة، لو حابة تعمليها كلها شوكولاتة، لو حابة تقسمي العجينة زي ما انا هعمل كده، الطريقة دي ترجع لك. دلوقتي بقى الجزء الابيض بتاعنا هننزل عليه بمعلقتين دقيق، معلقتين كبار دقيق. والجزء التاني هننزل عليه بمعلقتين شوكولاتة بودر، اللي هو الكاكاو الخام الغير محلى. وبكده قوام العجينة بتاعتنا هيصبح مظبوط جدا. هنعجن ده بقى كده
نقلب بقى الدقيق ده كده نخفيه، ونرجع نقلب الجزء التاني برضو نخفي الشوكولاتة دي منه، ونرجع نشوفه مع بعض. وما تنسوش تحطوا لايك عشان اللايك بيرفع الفيديو. وده شكل العجينة بتاعتنا طبعا، وقوامها ولونها جميل جدا. ودي برضو العجينة بتاعتنا بعد ما لمناها كده، والعجينة طرية وجميلة جدا. ودلوقتي هنبدأ بقى ايه، نجيب معانا شوكليت شيبس، اللي هي حبيبات الشوكولاتة كده، ونقدر نجيب قالب شوكولاتة ونبشره ونزين بيه. ودلوقتي هنجيب الصينية بتاعتنا ندهنها دهنة زيت كده بالفرشة، ونبدأ نقطع الكوكيز بتاعنا بالشكل ده كده، ونغطسه في الشوكليت شيبس بتاعنا بالشكل ده كده. طبعا سهل جدا، وطريقة التشكيل بتاعته سهلة جدا، وطبعا احنا مش بنكبر حجمه، يعني هو هيزيد معانا في الفرن حاجة بسيطة، وطبعا مش هيفرش مننا، هيزيد حاجة بسيطة طبعا عشان فيه بيض وبيكنج باودر. بس ما نحاولش ان احنا نكبره عشان يبقى شكله رقيق كده. وهنكمل باقي الكمية بتاعة الكوكيز بنفس الطريقة. ودلوقتي الفرن بتاعنا شغال، طبعا من تحت هندخله الفرن من تحت لما يستوى معانا وياخد لون، ونرجع نشغله الشواية 5 دقايق بعد ما يستوى، ونرجع اوريهولكوا بعد ما يخلص معانا في الفرن. وده شكله بعد ما خرج من الفرن، طبعا لسه سخن، بس ما شاء الله حجمه جميل جدا، وما فرش معانا وما لزقش، وطريقة التسوية بتاعته جميلة جدا ومظبوطة، ومش مبصم ولا اي حاجة خالص، ومش فارش مننا ولا اي حاجة. وريحته خطيرة جدا، وطعمه جميل جدا، وكمية حلوة جدا بالاتنين كوباية دقيق. وما تنسونيش في اللايك وسبسكرايب لمطبخ ام دونا، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.